موضوع اليوم غادي نحاول ما امكن يعني نطرقوا ليه بناء على ما روج في منتديات التواصل الاجتماعي، اللي من خلالها تظهر واحد الخطاب مؤخرا ديال الاحتفال بالهيلوله بالصويره، حيث لوحظ على ان هناك من يقول بان اليهود كانوا رفعوا يعني دعاء لمناصره الجيش الاسرائيلي. المشكل اللي أعتقد بأنه هذا الشيء غير متداول، ولا نعرف حقيقة ما إذا كان ذلك صحيحا، ولكن الذي يهمنا نحن الأمازيغ هو الذين يحاولون ترويج لهذه الأفكار وهذه الصراعات السياسوية لتدخل في الصراع العربي الإسرائيلي هم العروبيين والمتأسلمين. ونحن نقول بأن الدين في المغرب، الدين بالنسبة للأمازيغ يعني لا يدخل فيما هو سياسي، بل أكثر من ذلك في المرجعية الأمازيغية فهو يرتبط أساسا بقداسة الأرض. بالنسبة للقوانين المغربية هناك إمارة المؤمنين التي لا تأخذ في هذه الأمور، بل هي جامعة لكل المعتقدات وحرية المعتقد في المغرب. قد تكون دولة إسلامية ولكن هناك احترام المشاعر الآخرين. اليهودية هي ديانة على غرار الإسلام كما المسيحية، لكن أن يتم تسييس هذا الصراع في إطار مساعي أو في إطار حسابات يعني عروبية بالدرجة الأولى، فهذا ما لا يقبله الأمازيغ. بل أكثر من ذلك يؤكد على أن اليهودية أيضا يعني ديانة عريقة في المغرب كما الإسلام والمسيحية، ووزارة الأوقاف يعني من شأنها أن تحاول ما أمكن يعني تكييف هذا الصراع وجعله خارج ما هو سياسي. تنمير.